السلام عليكم، ازيكم يا اصدقائي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. انا رحت سوق الحد امبارح. طبعا ما بنفوتش ابدا سوق الحد. طبعا من الحاجات اللي لفتت نظري جدا، على فكرة ده الجزء التاني لجولة سوق الحد. الجزء الاولاني عملت لكم على القناة التانية، الجزء ده هينزل على القناة دي. زي ما انتوا شايفين برضو الحاجة دي دايما تلفت نظري، ان السوق ده مليان لعب اوريجينال زي ما انتوا شايفين، يعني اصلية، يعني لعب اصلية، مش اللعب اللي هي الشعبي او اللي في الاسواق الشعبية بتاعتنا. لا، دي كلها والله لعب جميلة جدا واصلية. وبتبدأ من كام؟ بتبدأ من 10 و20 و30. تمام، يعني مش غالية اوفر. اللعب دي في المولات غالية جدا. فعشان كده عايزة اقول لكم، اللي عايز لعبة حتى هدية ممكن تلاقوا لعبة هناك بالتيكت. يعني ممكن تلاقوا لعبة تكون بواقي محلات، حاجة اللي هي ايه، بالتيكت، مش مستهلكة، مش باينة ان هي مستعملة، وتحطوها في شنطة هدايا كده وتودوها تهادوا بيها، يعني اللي انتوا عايزينه. بصوا لعب جميلة جدا، وتقدروا كمان تزينوا بيها الانتريه بتاعكم او النيش او اي حاجه ايا كان، او غرفه الاطفال حتى. بتبقى اللعب دي جميله جدا على السراير او على المكتب في غرفه الاطفال كده، او ايا كان زي ما انتوا عايزين بقى. بس حرفيا والله لعب حلوه قوي. أنا لو كنت قلبت اكتر بجد كنتوا هتتبسطوا، وكنت هلاقي حاجات احلى. هنا بقى الشاب ده عنده شويه اجهزه وحاجات، ده مثلا طقم بتاع بوكس. بصوا طقم اصلي يعني. انا واثقه ومتاكده ان بتوع الحاجات دي غاليه جدا بره في المولات، يعني الحاجات دي بصوا غاليه جدا. عشان كده عايزه اقول لكم، اللي عايز اي حاجه يروح السوق ده، اكيد اكيد هيلاقي الحاجه اللي هو عايزها. فاهمني؟ عنده بقى مجموعه اجهزه زي ما انتم شايفين كده. عنده كاتلات، وعنده بصوا براد بالكهرباء، بايركس زي ما انتم شايفين. طبعا اكد لي ان الحاجات دي توسترات. عنده كذا توستر ماركة تيفال زي ما انا وريته لكم كده بالظبط وريت لكم الكاميرا بتاعته، الماركة بتاعته في الكاميرا. وعنده مكاوي. المهم ان الحاجات دي كلها شغالة، وقال لي على التجربة، على التجربة تمام، مش حاجات بايظة ولا اي حاجة. يعني الحاجة اللي تلاقوها مش شغالة خلاص مش هتاخدوها طبعا، بس هو اكد لي ان هي شغالة. عنده بقى مجموعة كراكيب كده ممكن تطلعوا منها حرفيا حاجة، مثلا زي الشفشق اللي في وشنا على الأرض ده. مش قادرة أقول لكم الشفشق ده كبير قد إيه، درق مية كده كبير. بصوا عامل زي أهو الشفاف ده. تمام، أهو اللي على وش اللعب ده أو الكراكيب دي. هنا بقى دول كانوا 3 أطباق كده، ميلامين تقيل تقل غريب، يعني كانوا 3 مع بعض. الطبق بكام؟ قال لي ب20. قال لي الطبق ب20، هو ميلامين. وعندهم كمان غطيان بايركس. كانت في صديقة أو متابعة أو أخت قالت لي عايزة غطا مقاس 28. أنا مش لقيت مقاس 28، لقيت كذا حد عنده الغطيان دي. صدقيني انزلي السوق كل حد هتلاقي، وخدي الحلة معاكي، أنا بأكد عليكي خدي الحلة معاكي. على فكرة كان في كذا حد عنده غطيان، بس في ناس بتقولي لا ما تصوريش، يعني فاهميني؟ بستأذن طبعا في الأول، فلقيتها بتقولي لا مش عايزة أصور. قالت لي عشان قلت لها عشان كان في متابعة عايزة غطا بايركس، فهي قالت لي معلش قولي لها على المكان بس بلاش تصوير. في ناس بتقلق، يعني دي حرية. تمام. المهم يعني عايزه اقول لكم ان كل حاجه عايزينها، سواء في ادوات المطبخ او اجهزه او مثلا دورق كبه، او انا بقول لكم هعمل لكم فيديو المشتريات، الحاجات اللي اشتريتها من سوق الحد ده ومن الوكاله عموما. والله العظيم انتوا هتتبسطوا قوي وهتتشجعوا اكتر، وهقول لكم اشتريت الحاجه بكام، وهقول لكم تفاصلوا ازاي، وهقول لكم كل ده. مثلا المج ده ب20، المج ده ب20. عايزه اقول لكم ان انت مثلا اللي يقول لك المج ب60، لا تفصلي وتاخديه بالسعر اللي انت عايزاه. لما تضايقيش نفسك، وبين البيع والشراء يفتح الله. يعني مثلا اللي يروح السوق. هنا بقى الست بتاعت الصابون، والفكره اللي انا كل مره بقولها لكم وهفضل اقولها لكم، لان في متابعين جدد بيدخلوا القناه، فلازم كل مره اقول نفس الفكره. الصابون ده يا بنات بيتغسل بيه الحلل الالومنيوم، لبانه حله اي حاجه، طبعا تشطفوها كويس جدا لان ده بريحه. وتاني حاجة أنا عن نفسي بغسل بيه البياضات، بغسل بيه الغسيل الأبيض. تمام، اللي هي الهدوم الرجالي البيضة أو بياضات الركن عندي بحطها طبعا. كل ده بيطلع فل. بحط صابونة وسط الغسيل كده في الغسالة، مهما اوصف لكم بيدعك الغسيل دعك،
وبيطلعوا ابيض شمع، وجربوا هتدعولي. الكيلو عندها ب60 جنيه. هنا بقى الحاجات دي مزيل عرق ب10 جنيه. وكمان ده حاجات اللي هي زي بادي لوشن وهاند ووش وهاند هاند ووشر، فاهمني؟ هاند اسفه هاند شاور اسفه، اختلط عليا الامر. فعايزه اقول لكم انا اشتريت منها قبل كده شاور بالعسل، يا خبر ابيض على جماله، يا خبر ابيض. وقبل كده خدت منها حاجه بجوز الهند برضو، عجب ولادي قوي. فعايزه اقول لكم الشاور والحاجات دي مش مضره، ولا الكريمات الشعر ولا الكلام ده خالص. المدر والاكيد واللي كل مره باكد عليه وبقول لكم، يعني انا يعني مش عارفه استحلفكم بايه غير طبعا ربنا سبحانه وتعالى. بالله عليكم بلاش اغذيه من السوق، بالله عليكم بلاش مواد غذائيه من السوق. بلاقي ناس واقفين على المواد الغذائيه في السوق، المعلبات والكلام ده. يا بنات ويا شباب، نداء عالي، نداء نداء خاص. يعني عايزه اقول لكم والله الحاجات ما تستهونوش بصحه ولادكم. انا هنا عند ام جولي على فكره، عندها كل حاجه ب15 كالعاده. مسكره، بصوا في مسكره سيفورا طبعا، وبصوا حاجات كتير، اي حاجه عندها ب15 جنيه بس يا بنات. وعندها فاونديشن، عندها كريمات، عندها يعني بصوا عندها ايلاينر، عندها حاجات كتير. بصوا ده ايلاينر ب15 جنيه، اي حاجه عندها ب15 جنيه بس. كلها حاجات جديده، كلها صلاحيات سليمه 100%. حرفيا هي قالت لي ان انا من الفيديو اللي انا عملته عندها قبل كده، ناس كتير جدا جولها، وحتى في ناس جولها من المحافظات عايزين منها شغل جمله، تمام، وعايزين شحن، تمام. انا قلت لها اعملي الموضوع ده، لان الموضوع ده فيه رزق كويس ليكي. فهي يعني فكرت. والحمد لله يا بنات، البنات اللي في المحافظات عايزين حاجات من ام جوليا يكلموها ويتواصلوا معاها، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يجعلنا سبب للرزق بينكم وبين بعض باذن الله. زي ما انتم شايفين والله حاجات حلوه قوي يا بنات. فاونديشن تحفه طبعا، وماركه، وحاجات 15 جنيه دي حاجة لا تذكر. عشان كده بقول لكم بصوا، شايفين اي حاجة تتخيلوها عندها بصوا ب15 جنيه. هي هنا عمالة تناولني، وطبعا هي عندها بسم الله ما شاء الله ناس كتير عمالة قاعدين كده وعمالين ينقوا حاجات. فانا هي المرة دي ما عرفتش تصور معايا بصوتها زي كل مرة. يعني هي المرة دي يا عيني ما عرفتش تصور معايا بصوتها زي كل مرة. بصوا ديتول اصلي، وكمان الصلاحيه عليه سليمه والله يا بنات. مش يعني مش حاجه الاكسباير بتاعها منتهي، لا كله سليم 100%. كلها حاجات وتحف كمان. بصوا اي حاجه ب15 جنيه، دي حاجه طبعا تشجعكم ان انتوا تجروا على هناك وتروحوا. بصوا ده قناع التين، عارفينه قناع التين؟ يعني ب15 جنيه. لا يمكن حتى في المترو مش بيبيعوا بالاسعار دي، بيبيعوا باعلى والله. فانت كمان ممكن تعملي المشروع ده. هنا بقى سبت ام جوليا وقلت اما اروح كده بقى ناحيه الكورنيش، اشوف ام رمضان واشوف الادوات اللي عندها، واشوف كمان ايه اخبار الستاير، ايه اخبار الاسعار، زادت ولا نقصت، ولا هي مفيش حاجه بتنقص عامه، ما بينقصش غير عمرنا الحاجه ما بتنقصش، كله بيزيد. فعايزه اقول لكم بصراحه لقيت ستاير حلوه جدا، ولقيت كمان اول مره المره دي اصور النضاره. ست كده في اول شارع المطبعه الاهليه جنب بتاع الستاير، عندها نضارات اوريجينال او فيرست كوبي، وعندها كمان ساعات حلوه قوي، اسعارها كويسه جدا. اسعارها في النضارات حلوه قوي، عندها ب100 وعندها ب150، بس عندها لغايه 400 جنيه. يعني بتبدا من 100 جنيه لغاية 400 جنيه معاكي، تمام. فهتلاقوا اسعار متفرقة، هتلاقوا حاجات هتعجبكم جدا جدا. انا هنا بوريكم اهو الطريق. انا طلعت من الوكالة طريق الكورنيش، واخدها بقى مشي كده، واخداها مشي، وقربت اهو المبنى الازرق اللي هناك ده البنك الاهلي المصري. المبنى الازرق اللي هناك ده البنك الاهلي المصري. البنك ده علامة مميزة هناك. يعني انت لو عايزة جاية مواصلات وعايزة تنزلي هناك، قولي له نزلني عند البنك الاهلي عند الوكالة. هو البنك الاهلي ده علامة مميزة هناك ومعروفة جدا.
لو انت يعني هتيجي من ناحيه الكورنيش اهو، دخلت على اول الفروشات بتاعت شارع المطبعه الاهليه، والست قاعده هناك اهي على اليمين، تمام زي ما انتوا شايفين كده. هدخل عليها، قلت لها اصور عندك، قالت لي اتفضلي. تمام، صورت عندها بقى النضارات. بصوا النضارات حرفيا عجبتني جدا. النضارات بصراحة عجبتني اكتر من الساعات، لان فعلا النضارات تحسوا ان هي اوريجينال قوي قوي، حتى ستايلات مش عادية زي اللي هي الشعبي اللي بتتباع العادية دي، لا دي مختلفة شوية، يعني مختلفة كتير كمان. فعايزة اقول لكم حاجات قمر كده. بصوا بصوا نضارات شيك 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 شيك، يعني تري شيك خالص. شايفين؟ في نضارة بقى عجبتني قوي هوريها لكم دلوقتي، وعندها الساعات، عندها مجموعة ساعات برضو بتبدأ من 150 معاكي وانت طالعة بقى زي ما انت عايزة. فهنا عندها يعني حاجات حلوة بجد. هوريكم النضارة اللي عجبتني دلوقتي، كنت هشتريها بس لقيتها ما لقيتش عليا، يعني حسيت ان هي مش لايقة على وشي قوي، بس هي اكتر نضارة عجبتني عندها. هوريكم دلوقتي ما تستعجلوش، عندها حاجات حلوة جدا والله. يعني بصوا الساعات عندها شيك قوي، شيك قوي قوي قوي. بس حقيقة انا عجبتني النضارات عندها اكتر، يعني النضارات زي ما بيقولوا كده شدتني اكتر. حسيت يعني حتى لو تلاحظوا، بصوا النضارة بتاعتها بتقولي هنا مش عارفة، يعني انت لو بصيتي في الصورة مش هتشوفي ايه، لكن لو حطيتي النضارة هتشوفي ايه. معلش مش فاكرة هي قالت لي ايه، بس حرفيا فعلا النضارة بينت تقريبا كان في عربية في الصورة او حاجة. فاسفة جدا والله نسيت. الشمس بصراحة بتسيح الدماغ. الراجل بقى جنبها هو لازق بالظبط فيها، الراجل بتاع الستاير اللي انا بصور عنده على اهي النضارة دي. بصوا يا بنات، بصوا الشياكة، عجبتني جدا 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 جدا. وكنت خلاص هاخدها، وبعدين جيت اقيس، لا مش لايقه على وشي خالص، بس يمكن تليق على حد فيكم. يعني انا حبيت اقول لكم، قالت لي ب 200 جنيه، قالت لي ب 200 جنيه، بس مش قادره اقول لكم شدتني قوي، وماتيريال وشياكه وحاجه كده قمر. الراجل، انا بقى سبتها ومشيت شويه. الراجل ده اللي هو عنده ستاير تل وستاير شيفون. الله، بصوا النقشة دي جديدة، النقشة دي جديدة خالص، لسه نازلة فورمة جديدة وفي منها ألوان. علشان كده حبيت يعني أصور شوية الستاير اللي عنده. مميز بقى الراجل ده بإني لو عوزتي من عنده من متر لغاية 50 متر، يعني دي كلها مش بواقي أبدا، دي مش بواقي، دي حاجات والله عنده كلها، كله عنده أتواب منها. وكمان عنده شحن. تمام، عنده ميزة الشحن، بيشحن لأي مكان داخل القاهرة والجيزة ب30 جنيه بس. يعني لو عوزتي متر زي لو عوزتي 20 50 متر براحتك. تمام، لو انت حد هتشتغلي فيهم او حاجة زي كده، ممكن تستغلي موضوع الشحن ده وتخليه يشحن لك كده شوية حلوين، وتجري فيهم والله عن طريق النت. وبرده فيها رزقة حلوة جدا جدا. وكمان انا في الفيديو اللي فات نسيت خالص اقول لكم، في المقطع بتاع فيديو مريم وشنط مريم، نسيت اقول لكم ان موضوع الشنط الاوريجينال ده انت ممكن تشتغلي فيهم على النت حلو جدا. وعلى فكرة فيها رزق حلو اكتر من الهدوم كمان. الهدوم، وهنا كان بيقول لي صوري بالطول، خد التليفون وكان هيصور بالطول، قلت له لا اليوتيوب بالعرض مش بالطول، هو كان فاكرني تيك توك. فقلت له لا ما ينفعش للاسف بالطول ما ينفعش. راح قال لي تمام واداني التليفون تاني. بس حرفيا هو عنده حاجات حلوة جدا بجد هتعجبكم قوي قوي الستاير بتاعته. وعارفين الستاير دي بتاعت المحلات الكبيرة اللي هناك، المحلات دي بتبقى فاتحة طول الأسبوع، لكن ده السوق ده بيبقى يوم الحد بس يعني. عامة الستاير دي في المحلات بتعدي 100 جنيه، بس مش هنقول اكتر من كده عشان ما حدش يزعل. بس والله يعني لا، في فرق كبير في الاسعار يا بنات. المهم، الست ام رمضان دي بقى قاعدة آخر شارع المطبعة الأهلية تحت قصر النورس. يعني إيه قدام قصر النورس؟ طبعا قصر النورس ده للمفروشات معروف جدا هناك عند البنك الأهلي. طبعا يوم الحد بيبقى قافل، كل الوكالة بتبقى قافلة يوم الحد، الفروشات بس هي اللي بتبقى فاتحة، يعني ده زي سوق التلات وسوق الجمعة والكلام ده كله.
ده برضو اسمه سوق الحد هناك ومعروف جدا. بصوا بقى يا بنات، عندها شوية شنط حرفيا. كل مرة لازم اروح كده اخد جولة كده حتى لو الجولة سريعة، بس لازم اخد جولة كده بسرعة بسرعة عندها، علشان ساعات بينزل حاجات جديدة زي كده. فالحاجات الجديدة المتابعين بيحبوا يشوفوا الجديد وبيحبوا يشوفوا القديم، بيحبوا يشوفوا كل حاجة، فلازم اروح عندها واصور واشوف ايه الجديد. كمان طبعا مش قادرة اقول لكم، بيبقى عندهم الادوات المنزلية دي، اللي هي بصوا دي كيبلينج اصلي. الشنط دي عملية جدا، عملية قوي. بصوا والله شنط يعني خطيرة، عملية وحلوة وماتيريال ويعني الشنطة دي قالت لي ب250 جنيه، بس انتي ممكن تاخديها ب220. برضو هنرجع ونقول ارخص من الرواعي. بصوا بقى الشنط دي، بصوا بسرعة بقى معايا. الشنط دي طلعتها من الكرتونة، قالت لي اي شنطة من دول ب50 جنيه، اي شنطة من دول ب50 جنيه. طبعا الشنط دي عايزة اقول لكم ميزتها حلوة جدا، انها خفيفة وتقدري تنزلي بيها السوق في اي وقت عندك. يعني لو هتنزلي تشتري الخضار، تعلقي شنطة زي دي الطويلة دي، فيها سوست بقى كتير، تقدري تحطي التليفون، تقدري تحطي الفلوس كده، المفاتيح بتاعت الشقة، الاسانسير، الكلام ده. شنطة خفيفة وصغيرة، وهتقدري ايدك توصل للجيوب كلها بسرعة، لان الشنط الكبيرة لو نزلتي بيها السوق حاجة رخمة جدا. بصوا بقى المجات، يعني انا كده دي الفرشة اللي جنبها تبعها برضو، يعني ما روحتش بعيد. المجات دي عندهم بتبدأ من 15 جنيه، بتبدأ من 15 جنيه. ايوه، وعلمي على كلامي ده. بس يعني ما تجيب مش مج كبير وفخم وشيك وتقولي لي فين ابو 15 ده، لا. مج يكون مثلا متوسط او صغير، او مج شكله عادي ممكن يبقى ب15، او ممكن تقول لك 25 وانت تاخديه ب15. بصوا بقى الشباشب دي كانت اخر شباشب عندها، قالت لي صوري دول اخر شويه عندي، عشان ايه الناس تبقى عارفه ان هي ب50 جنيه. كان تصفيات بقى عندها وكان خلاص، فقالت لي صوريهم وكده. قلت لها حاضر. صورت ايه الشباشب عندها. بس شوفوا المجات بقى قد ايه، كتير جدا. طبعا مش قادره اقول لكم جميله قد ايه والله. ده في مجات منهم، عارفين المجات اللي بنشوفها في الافلام الاجنبي دي، الحاجات الشيك قوي دي، اصل ده كله شغل دبي. المهم بقى الفرشه دي برضو جنب المجات، يعني على نفس الرصيف بتاع ام رمضان. دي بقى الست دي مشهوره بالطرح جدا. الطرح اوريجينال اوريجينال اوريجينال، حطي تحتها 100 خط، وانا نفسي خدت منها كذا طرحه حرفيا، شيك شياكه. انا رحت بواحده منهم عند اختي قالت لي جبتيها منين دي يا قروبه؟ قلت لها جبتها من سوق الحد. والله يا بنات، اختي قلت لها تديها كام؟ قالت لي لا 80 90 جنيه. قلت لها انا جايباها ب10 جنيه، ما صدقتش. كان ساعتها الطرح دي ب10 اي طرحه. امبارح بقى كانت الطرح عندها ب15 اي طرحه. بصوا ناس كتير بقى واقفه عماله تقلب وعماله تنقي. وانا قلت لكم هي فين؟ في شارع اخر شارع المطبعه الاهليه عند ام رمضان، قدام البنك الاهلي، قدام البنك الاهلي. تمام. واقرب محطه مترو يا ست الكل ماسبيرو. بصوا بقى، بصوا طرح كتير جدا جدا جدا، اشكال كتير، اذواق كتير. هي لو انتوا نفضتوا كده الكومه دي كده من تحت لفوق، هتلاقوا تحت روائع، هتلاقوا تحت حاجات شيك جدا. انت ممكن فعلا ما تلاقيش الحاجات دي في المحلات، يعني في المحلات ما تلاقيش الحاجات الشيفوني الخفيف قوي ده، اللي هو ما فيش يعني، ما تلاقيهاش في المحلات عندنا. المحلات عندنا مليانه طرح عاديه مصريه صميمه. لكن بصوا ده يا بنات، ده شال كبير، بصوا كله ستراس، بصوا قد ايه. شوفي بقى لما تاخدي شال زي ده ب15 جنيه. الشال ده حضرتك ممكن تحطيه على يد الكنبه كده عندك، على يد الانتريه او يد الركنه كده، بيدي شكل شيك جدا. سبتهم بقى ودخلت الشارع عند ممر ابو شبيكة عشان اشوف المفروشات، وكالعادة انبهرت. كانت البياضات دي بياضات ركنة، كانت ب25 جنيه، وجميلة جمال والله. وعندهم طبعا ملايات استك ومفارش سفرة، مفارش سفرة طبعا مع المناديل بتاعتها. الله على الشياكة. فوط قطان 3 ب100 3 ب100. اللي عايزه الفوطه لقيت، اللي عايزه بشاكير المصايب ب 100 جنيه البشكير. اي بشكير ب100. برنس الاطفال ب150. في البرامج دي اهي برنس اطفال ب150 قطن.
لغايه ما سن 10 سنين بس. كمان بيبقى عندهم مجموعة فوط مطبخ حلوة جدا ب15 جنيه بس. وحرفيا أشكال جميلة جدا، يعني في واحدة كارو هوريها لكم دلوقتي، هي دي. الله على جمالها وشياكتها، بصوا جميلة وماركة. 15 جنيه بس، دي شيك قوي 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 في المطبخ. وكمان فيها امتصاص لأني قطن صافي 100%. يعني يا بلاش والله 15 جنيه. الناس دول مميزين جدا جدا هناك بالمفروشات وشغل الفنادق وحاجات، يعني حاجات بجد حلوة قوي. يعني بصوا اللي هناك بقى المخططة دي، اللي ايوه دي ب10 جنيه بس. انا شخصيا كنت واخدة منهم 2 قبل كده. دي ب10 جنيه بس. فلا عايزة اقول لكم بصوا اشكالها اهي ب10 جنيه بس. فلا بجد والله حاجات مش كلام. بصوا بقى الناس دول اشتهروا قوي على اليوتيوب. بصوا الممر اهو اسمه ممر ابو شبيكة، عشان طبعا قنوات كتير بتصور معاهم. فما شاء الله بسم الله ما شاء الله اشتهروا جدا هناك. بس فبصراحة حاجاتهم تستاهل يا بنات جدا. الفوطة دي كلها ب100 جنيه. قلت له فريد لي كده دي كمان. انا طماعة شوية، كل شوية اقول له فريد لي واحدة كمان، يفرد لي مش عارفة ايه. فلا حرفيا. وعندهم بقى الحاجة اللي مش بنلاقيها عند اي حد غير مثلا عند كارفور في المولات الغالية. دي مثلا الخدادية دي ب75 جنيه. احلى من تاكي، حاجه كده قمر. حاجه قمر بمعنى كلمه قمر. تحفه. بكام؟ ب75 جنيه. الملايات الاستيك يا بنات اللي كلنا بنعشقها واسهل ما يمكن في الفرش. الملايات الاستيك ماليه الدنيا عندهم، ماليه الدنيا. بصوا اهي، بصوا. طبعا هو هنا معاهم زباين كتير، فمش عارفه بقى اقول للشاب اللي واقف يفرد لي دي. بصوا هم معاهم اوريدي زباين عمالين ايه، بيفرجوا لهم برضو الشغل. فمش معقول هيسيبوا اللي في ايديهم ويقعدوا يفردوا لنا احنا الحاجه. فبس هي باينه هي، يعني انا حبيت ان انا ابين لكم ان في منها الوان. كان في منها البيج واللبني. هنا بقى ده بقى الواد حمدي اللي انا كنت بصور عنده، فاكرين ورا مستشفى الجلاء؟ هو ده بقى بيفرش يوم الحد هنا في شارع المطبعة الأهلية اهو. بص ده قصر النورس، وادي اهو البنك الأهلي شاورت لكم عليه، وشاورت لكم على قصر النورس. قصر النورس ده تحتيه هتلاقوا ام رمضان، يعني قدام المحل كده بقى بيبقى رصيف كده، هي فرشه قدامه. تمام. انا طبعا ما ينفعش انزل الكاميرا لان في ناس، وهي كمان مأمناني ما اظهرهمش ابدا في الفيديو، علشان طبعا دي امانه. في ناس يعني بتستعيب تظهر وهي بتبيع، فاهميني؟ فدي حاجة حرية والله، ما فيها أي زعل. وأنا نفسي لو لقيت كاميرا في وشي كده فجأة هتضايق برضو. فبس دي حرية. المهم الواد حمدي بصوا بقى بيبيع بكام؟ بيبيع ب25 جنيه يوم سوق الحد. أنا وريت لكم هو واقف فين أهو. أدي البنك الأهلي وأدي قصر النورس هو واقف قدامه. تمام. اخر شارع المطبعة الاهلية هتلاقوا حمدي واقف بكل الفروشات الجميلة دي. عنده حوالي 4 أو 5 استندات. بصوا كام استند جنب بعض ب25 جنيه. وريت لكم كده حاجتين 3 وعرفتكم حمدي واقف فين برضو، عشان لو عايزين تروحوا تاخدوا منه اي حاجة يوم الحد من هناك. لكن باقي الاسبوع كله واقف ورا مستشفى الجلاء زي ما صورت عنده قبل كده وعرفتكم. المهم ده بقى بتاع سجاد برضو قدام حمدي زي ما وريتكم كده بالظبط. انا ما فصلتش الكاميرا وانا عند حمدي، دخلت على بتاع السجاد على طول. بصوا بقى المشايات القمر الحلوه الجميله دي ب150 جنيه. ب150 جنيه. عندهم بقى عندهم السجاد اللي هو الشعر ده الاصلي الاوريجينال، مش قادره اقول لكم جميل قد ايه. هنا بقى الراجل ده بتاع الستاير كان جنب بتاعت اللي هو اللازق في بتاعت النضارات على طول. طبعا وانا عند بتاعت النضارات معرفتش اصور عنده لان كان معاه ناس كتير عمال يعمل لهم، يعني يقيس لهم امتار. فما كانش حرفيا فاضي والله ان انا اصور معاه، يعني في ناس كانت واقفه كتير. فقلت اتمشى وانا راجعه اصور عنده. المهم بصوا بقى الستاره دي اللي جننتني ولفتت نظري جدا. وكان عنده منها كمان اللون الجراي. الستارة دي كلها عاملة 150 جنيه بس يا بنات. بصوا جمالها. ستارة كبيرة وقطيفة وحلوة جدا، وعلى التركيب عاملة 150 جنيه بس. حرفيا ممتازة ممتازة ممتازة. أي ستارة من دول عاملة 150 جنيه بس يا بنات. بجد هسيب لكم رقم الراجل ده برضو في أول تعليق مثبت، علشان
بصوا بكياسها، بصوا هنا الست بتشدها من ايدي فاكراني هاخدها، بقول لها لا ده انا هصورها واديها لك. مبروك عليكي يا ست الكل والله. تمام. تمام زي ما قلت لكم، ده اول شارع المطبعه الاهليه. بصوا يا بنات كل الواناتها موجوده، كلها موجوده، قطيفه حلو جدا، الخامه جميله قوي. بصوا لون الكشمير قمر كده قمر. واحنا في اخر الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير يا بنات، اعملوا لايك فضلا منكم وليس امرا عشان الفيديو يوصل لناس كتير. طبعا شكرا من قلبي بجد على تعليقاتكم الحلوه، والله اخواتي وحبايبي على اليوتيوب. كنت معاكم شيرين كمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.